السلام الله عليكم اخواني اخواتي، حياكم الله ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا التهرب الضريبي وبالقانون. بغيتي دير شركه او مقاوله في المغرب وما تخلص حتى ريال في الضريبه، عندي لك الحل هو تمشي للصحراء، شي مدينه معينه في الصحراء، في الاقاليم الجنوبيه، العيون، الداخله، بوجدور، اي مدينه، وغادي تحل فيه مقر ديال الشركه. اشنا هو هذا المقر؟ غتكري ابارتومون او شقه غتكريها ب 2000 درهم ولا قل، غديرها مقر ديال الشركه. وهذا الشيء هذا المغرب دار واحد المبادره وحل، عطى واحد التسهيلات للمستثمرين يكونوا خارج برانيين او مغاربه بحال خارج الوطن او داخل الوطن. شي واحد بغى يستثمر في الصحراء كيديروا الدوله المغربيه دايره تسهيلات، بمعنى حيدات الضريبه، كتعفي هذاك الانسان اللي غيستثمر في شي مدينه في الصحراء، كتعفيه من الضريبه. هذا هو السبب علاش، باش الاقاليم الصحراويه تنتعش ويكون الاقتصاد بها قوي، باش هذا الشيء هذا ينفعنا في ملف الصحراء. حتى لهنا مزيان، هذه نقطه زوينه. ولكن واحد العدد ديال المستثمرين مغاربه مستغلين هذه القضيه وتيضيعوا الدوله في ملايير الدراهم، ماشي ملايير ديال الدراهم سنويا كتمشي. الصحراء كلشي بحال كاع الشركه ما كيخلصوش الضريبه. جريدة إسبريس في تقرير خطير أن الكثير من الشركات المغربية تستعمل هذه الثغرة وتنشئ مقرات في جنوب المغرب من أجل التهرب الضريبي. غتكري ابارتومون، شحال باش غتكريها في العيون؟ ولا غتكون ديالك غتشريها ولا شغلك هذاك وغتحط فيها واحد البيرو نعامس وواحد السكرتيره، وغادي تحل فرع في شي مدينه داخليه، مدينه اقتصاديه بحال الدار البيضاء، طنجه، اكادير، اي مدينه غادي تحل فيها، غادي دير فيها شركه ديالك اللي غادي تخدم ديال بصح، وغتسمى ديك الشركه فرع تابع للشركه الام اللي المقر ديالها كيتواجد في احدى المدن الصحراويه. اذا ملي كتكون هذه الشركه خدامه ما كتبقاش تسالها الضريبه، لان الشركه شنو هي هذيك اللي كاينه في العيون اللي حليتي وبنيتي عليها الوثائق ديال الشركه او ديال المقاوله ديالك. وهذا الشيء هذا ماشي غير في الشركات الصناعيه، مثلا كاينين حتى موزعين ديال الادويه ديال الدواء. اش كيدير؟ كيمشي لشي فارماسيان في الصحراء، الصيدليات في الصحراء ما كيخلصوش الضريبه، معروفه. كاين الصيدليات في الصحراء كلشي بحال كاع الشركه ما كيخلصوش الضريبه. اش كندير انا صاحب الشركه اكس؟ كنجي عند شي فارماسيان في الصحراء تنقول له عافاك غتشري لي واحد الدواء من ان لابوراتوار، مثلا هو جاب لي كا ديال ايبرما ديال لابوراتوار، غتشري لي 10 مليون ديال الدواء. كناخذ كتشري هاد لافارماسي كطبع اذا قانونيا، ولكن الدواء ما كيدخلش لافارماسي، كيمشي لهاد الشركه ديال التوزيع وكتدخل السوق السوداء وكتباع في بلاصه اخرى باش ما يخلصش هو الضريبه. الدواء ما كيتوزعش في العيون ولا في شي بلاصه تما، كيتوزع في المدن الداخليه وبلا ما يخلص الضريبه، لانه هو مدخلو سميه ديال واحد اللي هو كاين في العيون. اذا هنا اشنو تيوقع؟ الدوله كتخسر ملايير الدراهم، ملايير ديال الدراهم كتمشي. وملي كنشوفوا هذا الشيء هذا شنو كنتذكر انا؟ كنتذكر واحد الكلام قالوا اخنوج، قال لك اسيدي الميزانيه متقوبه، والميزانيه متقوبه هذا هو من بين الاسباب ولا السبب الرئيسي اللي تقبل الميزانيه هو التهرب الضريبي. كاين عدد كبير من ارباب الشركات والمقاولات مستغلين هذا الظرف في غياب تام لمصالح المراقبه، وكتضيع كما قلنا الدوله في واحد العدد كبير ديال الفلوس. وللتوضيح حنا راه ماشي ضد الاستثمار في الصحراء، ولكن يكون ذاك الاستثمار ايجابي ماشي سلبي، وكيستغلوا الناس هذه القضيه هذه. يكفي يكري واحد الشقه في مدينه معينه كما قلنا ويحط فيها سيدي نعامس بيرو واحد السكرتيره ويدير ويولي هذاك هو المقر ديال الشركه، والفروع الاخرى اللي ديك الشركه الصحيحه ديال بصح اللي كاينه في كازا في شي بلاصه في طنجه ولا في شي مدينه معينه كتولي غير فرع تابعه لهذاك المقر اللي هو في احدى المدن الجنوبيه. المهم كما قلت لكم، اللي بغى يدير شركه ولا مقاوله يمشي يحل المقر ديالها في العيون ولا بوجدور ولا الداخله، ويولي هذاك هو المقر، ويجي نعامس يدخل مع راسو لطنجه ولا كازا ولا اكادير ولا شي مدينه معينه اللي فيها المرصى وفيها كذا وفيها داك الشيء هذا، ويدير يخدم على راسو، وراه هذيك الفرع راه تابع للشركه اللي هي الام اللي ما فيها حتى لعبه اللي كاينه في احدى المدن الصحراويه. اذا هنايا واش هذا الشيء هذا زعما غافل على المسؤولين؟ واش ما كاينش شي اجراء قانوني؟ ما كاينش شي حاجه، شي تدخل، شي كذا؟ وشوف السي وحنا غيخلصوا الضريبه، شتي هذوك فلوس الضرائب اللي غيدخلوا عند دوك الشركات راه هما باش غتحل مشكل التعليم، مشكل الصحه، مشكل بزاف ديال المشاكل. هذوك الفلوس اللي كيمشيو كيضيعوا، ولكن راه كلشي عارف، لان اغلب
كما غنرجعوا ندوروا كنلقاو صحاب الشركات وبحال هادشي هذا. شكون اللي كيستافد فيه؟ كيستافدوا فيه الناس اللي هما تابعين يعني كسياسيين تابعين الاحزاب السياسيه في المغرب، لان شي كيضرك على شي، هذا هنا الاخر غير انت دير هنا انت دير هنا، وكاين شي امور كدور غا بيناتهم ما كيعرفوهاش المواطنين. لو كان ما الناس خرجوا وقالوا هذا الشيء وبقينا تنبحثوا به راه ما غاديش نعرفوه. كاين اللي غيعرفوا ضرب الطم شحال مثلا نهضر على راسي انا ما كنتش عارف باللي الا حليتي شركه ولا شي مقاوله في شي مدينه معينه في الصحراء راك غتكون معفي من الضريبه. كنسمعوا التشاش وشي حوايج ولكن ما عنديش شي معلومه اللي هي صحيحه. الان ملي شفنا تصاريح ديال واحد الاعادات ديال الاخوان اللي هما كيهتموا بهاد الامور هادو، حتى حنا درنا البحث ديالنا لقينا بصح الا درتي شركه في العيون ولا بوجدر ولا الدخله ولا سماره ولا ما غاديش تخلص الضريبه للدوله، لان الدوله دايره واحد هذه المساله هذه من اجل المساعده في ملف ديال الصحراء. لان هذه القضيه ديال الوحده الترابيه حنا ماشي مشكل الدوله تضحي بشي حوايج كتنازل بشي حوايج، ولكن ملي كتشوف بنادم كيستغل المساله من اجل الاغتناء ومن اجل الربح السريع، اذا هذا الشيء ما خدامش الاخوان. لذلك ضروري المراقبه الصارمه واجراء جديد يدار في هذا الشيء هذا باش الدوله تدخل. راه الضريبه هي كل شيء، راه الضريبه هي الاساس، هي الميزانيه اللي كتعتمد عليها اي دوله، راه الضريبه راه مهمه. اذا اخواني اخواتي، كان معكم اخوكم سعيد المنادي، الى فيديو قادم بحول الله، حياكم الله.